2014 في مدينة مراكش، وبالضبط في أواخر شهر 6. في عز ديك الحرارة السكان ديال واحد العمارة غيبداو كيتشكاو من واحد الريحة اللي كانت كريهة بزاف. غيبداو كيسولو الكونسيرج اللي هو بدورو ما عرفش شنو المصدر ديالها. غينوضو السكان ديال العمارة وغيبقاو تابع الأثر ديال هذيك الريحة حتى اللي غادي يوصلوا الباركينغ اللي كاين تحت ديك العمارة نيس. غيلقاو راسهم وقفوا قدام سيارة من نوع الفاخر واللي كانت تبان لهم الكحل، وكانت هذيك هي مصدر الريحة. غادي يقرروا انهم يعلموا رجال الشرطه اللي من غادي يجيو وغادي يتفاجئوا بداكشي اللي غادي يلقاو وسط منها. غيلقاو رجل واللي كان اللبس ديالو غريب، كان لابس واحد غبص صواغي ديال النساء وزيدها بواحد البيريك. شنو وصلوا لتما؟ واش هو من مدينة مراكش؟ وشكون اللي صفاها ليه؟ سول الحباب ديالي بلا ما زيد نطول عليكم، غنقول لكم هو السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بحال ديما صلوا على رسول الله في تعليق لي لايك ديالكم ونبداو احداث القضيه. كما قلت لكم اخوتي، الاحداث ديال القضيه غادي دير مدينه مراكش في عز ديك الحراره. في الجهه ديال الكليس واحد مجمع سكني، غنمشيو لواحد العماره اللي السكان ديالها بداو كيتشكاو من واحد الريحه كريهه بزاف. هاد الريحه هادي دوخاتهم، بداو كيتشكاو للكونسيرج كيقولوا ليه شوف لنا هاد الريحه هادي من شنو المصدر ديالها ومنين جايه. الكونسيرج كيقول انا بيدي كنشمها ولكن ما عرفتش الاثر ديالها فين. المهم هاد الناس هادو صبروا نهار الاول نهار الثاني، ولكن الريحه غير كتجي تمجهد. فهاد الوقيته تجمعوا كاملين وقالوا والو خاصنا نعرفوا المصدر ديال هاد الريحه منين جايه. هبطوا كيقلبوا، بقاو كيدوروا في العماره كامله، هبطوا لهداك الباركينغ ديال السيارات اللي كاين تحت العماره. تما غادي يوقفوا قدام واحد السياره اللي كانت خارجه منها ريحه قويه بزاف. غادي يسولوا الكونسيرج هاد السياره هادي ديال من؟ فانا غادي يقول لهم هادي ديال السي خالد اللي ساكن في الطابق الثاني. قالوا لي وطلع شوف لنا السيد. نقولوا يعتق يخرج علينا طوموبيلته من هنا، راه حنا تخنقنا. طلع الكونسيرج دق تعيا ولكن خالد ما كيفتحش عليه. هبط عندهم وقال لهم عييت كندق، هو اصلا خالد راه مده هادي انا ما بانش ليا، وهادي راه طوموبيلته السيد راه ما كيفتحش. السكان ديال العماره بغاو يتسناو هاد خالد يقلبوا عليه، ولكن للاسف الريحه دارت خدمتها. قالوا شنو غنديروا؟ نعيطوا لرجال الشرطه وهما يفكونا من هاد الحريره هادي. فعلا اتصلوا برجال الشرطه، وصلوا رجال الشرطه ومع دخلوا حتى هما لهداك الباركينغ عرفوا بانه غالبا هذيك ريحه الجيفه ما غاداش تخفى عليهم، وخدمتهم هذيك. نيشان غادي يعلموا النيابه العامه وغادي يعلموا الفرقه ديال التشخيص القضائي باش انهم يلتحقوا بهم. وفي هاد الوقيته بداو هما كياخذوا بعض الاقوال من عند الناس اللي كانوا حاضرين، اللي منهم الكونسيرج اللي كيقول لهم بان هذه السياره ديال السي خالد وساكن في الطبقه الثانيه. اما بالنسبه للسكان ديال العماره كيقولوا لهم سيدي الله اعلم، حنا هاد خالد كاع ما كنعرفوه، وحنا هنا كل واحد داخل سوق راسو، قليل وقليل في كيساطح شي واحد فينا مع الاخر. الكونسيرج كيقول لهم انا دقيت عليه في دارو، ولكن للاسف السيتر ما كانش كيفتح، والسياره ديالو انا ما عرفتش امتى جات لهنا وامتى خرجات، حيت انا راني كنعس غير بالنهار وبالليل ما كنكونش. المهم فهاد الوقيته كانوا التحقوا بهم الفرقه ديال التشخيص القضائي اللي نيشان فهاد الوقيته غادي يهزوا بعض البصمات من البيبان ديال السياره، ونيشان غادي يحاولوا انهم يفتحوها، ومع غادي يجروا الباب الاول اللي في الجهه ديال الشيفور غادي يتحل. يعني السياره هنا ما كانتش مسدوده. غادي يضربوا بعدا واحد الطله وسط منها، فهنا كتبان لهم السياره بانها نقيه وما كاينش شي اثر ديال شي سائل احمر من النوع اللي نتوما كتعرفوا، ما فيهاش شي اثر ديال شي خديش او شي واحد كان كيبحث فيها، ما كاينش شي اثر نهائيا. ملي غادي يشوفوا ديك البوطاغون ويشوفوا في هذيك الجهه ديال الباب غيبان لهم واحد الهاتف النقال محطوط تما، وغيلقاو حتى داك البسطام اللي كيكونوا فيه الوريقات ديال السياره حتى هو كاين. رجال الشرطه مني غادي يفتحوا هذوك الوراق ديال الطوموبيل غيلقاوهم بسميه خالد، يعني نفس السميه اللي عطاهم الكونسيرج. فهاد الوقيته غادي يبداو كيشوفوا بانه السياره من الداخل راه نقيه، ما عليهاش شي اثار ديال شي سائل احمر. التليفون كاين، الورقات ديال السياره كاينين،
ولكن فين هو مولاها؟ والكونسيرج كيقول انه دق عليه والسيد ما كيفتحش، والريحه بعدا منين جايه. فهاد الوقيته غادي يمشيو غادي يفتحوا الكوفر ديال هذيك السياره، مع غادي يوصلوا للمالا ويفتحوها، مع غتكون صدمه. غيلقاو قدامهم شاب في الثلاثينات من عمره، لابس واحد الغب صواغي اي ديال البنات، يعني بين انه كان قصار. زيد على ذلك حداه واحد صباط ديال الطالون، حداه واحد الصويك ديالو، ودير واحد الشعر كحل بيريك، شعر مستعار. فهنا غادي يستغربوا من هاد المنظر اللي كيشوفوا، غادي يعيطوا على الكونسيرج: اودي اجي، واش هو هذا خالد؟ هيقولوا ايه سيدي هو هذا. فهنايا اوتوماتيكمون غادي نعرفوا بانه خالد كان الوان، وبين انه كان قصار. ولكن شنو واقع عليه؟ والكوفر حتى هو ما فيهش حتى شي اثار ديال شي سائل احمر. هاد السيد هذا باش تصفات ليه؟ وشكون اللي خشاه في الماله ديال الطوموبيل؟ غادي يفتحوا داك السويك ديالو، غادي يلقاو فيه واحد لاكارت ناسيونال، حداه واحد الغوج لافغ عكير. هذاك لاكارت ناسيونال فيه نفس العنوان اللي كاين ديال هذيك العماره. فهنا غادي يسول الكونسيرج: واش انت متاكد ما كنتيش كتشوفو نهائيا؟ الكونسيرج كيقول: اسيدي انا ما كنخدمش بالليل، ولكن في الصباح كنجي بكري. انا راه مع كنجي مع كيدخل هو بطونوبيلتو، كيعيط ليا، كيشير ليا كيبغي الفطور، كنمشي كنجيب ليه الفطور، ما كندخلش عنده للدار، كنحطو ليه قدام الباب. هو الصراحه كان كيبان ليا شويه مبنت، رجال الشرطه قالوا لي شمن مبنت، والسيد باين انه قصار وبزاف هادشي على انه مبنت. يعني السيد راه خدام هذيك الخدمه كاع، ماشي غير مبنت. المهم فهاد الوقيته وباذن من النيابه العامه غادي يطلعوا لابارطومون ديالو، غيفتحوا داك لابارطومون غادي يقلبوها، ولكن لابارطومون نقيه وكل حاجه في بلاصتها. ما كاينش مثلا شي اثار ديال الكسر في الباب اولا في الماريو، كل حاجه في بلاصتها منظمه، ما كاين لا شي سائل احمر، ما كاين حتى شي حاجه، الدار كيف ما هي. يعني خالد شكون اللي صفاها ليه وخشاه في الكفر ديال السياره؟ فهاد الوقيته كانوا سولوهم: شحال ديال المده وخالد ساكن معكم في هاد العماره؟ الكونسيرج كيقول: تقريبا شي 6 شهور 7 شهور هادي بسكن، وهاد لابارطومون راه ماشي ديالو، هادي راه غير كاريه. واش كتعرف مولاها؟ قال لهم: هي سيدي وها الرقم ديالو. رجال الشرطه اتصلوا بالمالك الاصلي ديال هذيك لابارطومون. سير من عيطوا ليه وعلموه بلي واقع، قال لهم: سيدي عطوني واحد 12 ساعه ولا 24 ساعه نكون عندكم، انا راني مسافر غادي نجي عندكم. وفعلا هذيك لابارطومون راني كاريها للسيد خالد بن فلان، وراه كاري ليه بالكونطرا، واحد 12 ساعه انا غادي نرجع من السفر ونجي عندكم. كما قلت لكم هزوا شي بصمات من هذيك لابارطومون، هزوا بصمات من السياره وتصور الخالد بالوضعيه اللي تلقى فيها، ورسلوه لمستودع الاموات على قبل التشريح. فهاد الوقيته غادي يهزوا التليفون ديال خالد وغادي يحاولوا انهم يفتحوه ويقلبوا اخر اتصالات مع من كانوا. فهنا مع غادي تفتح لهم التليفون غيشوفوا بانه واحد النمره كتصوني لخالد بزاف، وهاد النمره هذه كانت مسجله بحرف ام، والاتصالات الاخرى كامله ما مجاوبش عليها خالد. يعني الرقم هو اللي مصوني وخالد مجاوبش ومسجله بحرف ام. يلا هما كيقلبوا باش يشوفوا ديك النمره ديال من بدات عاوتاني كتصوني. فهاد الوقيته غادي يجاوبوا وحدين من رجال الشرطه: مع الو السلام عليكم. غادي يلقاو الصوت ديال المراه. نيشان غادي تقول ليه: خالد مالك ما كتجاوبنيش، قلقتيني عليك. رجال الشرطه غادي يقولوا لها: شكون انت لاله؟ تقول لهم: كيفاش شكون انا؟ شكون نتوما اللي كتجاوبوا على التليفون ديال ولدي خالد؟ عييت كنصوني ليه علاش ما كيجاوبنيش؟ فهنا غادي يعلموها بانهم رجال الشرطه، وغادي يقولوا لها: عافاك لاله، اين مدينه فين كاينين نتوما؟ غتقول لي: احنا في مدينه مراكش. فهنا نيشان رجال الشرطه غادي يطلبوا منها انها تلتحق بهم في اقرب وقت للدائره الفلانيه.
مرفوقة بالزوج ديالها، وغادي يقطعوا معاه الخط. وهنا غادي يعرفوا بأنه خالد تصفات ليه في المدينة اللي كاين حاضر منها أصلا، يعني هو أصلا من مدينة مراكش وتصفات ليه فيها، ولكن شكون اللي صفاها ليه؟ واش هو فعلا ألوان ولا شي واحد تعمد أنه يلبسو هكاك؟ المهم أنا في هاد الوقيته غادي نحبسكم شوية هنا، غادي نرجع شوية اللور نعرفكم بخالد وكيفاش كبر، وديك الساعة نكملوا التحقيق. ايوا الحباب ديالي هنا ركزوا معايا مزيان. غادي نمشيو لواحد الأسرة في مدينة مراكش اللي كتكون من أب وأم، عندهم ولدهم هو الكبير وجوج ديال البنات وعاد آخر العنقود اللي كان هو خالد. المهم هاد العائلة هادو قبل ما يتزاد خالد راه كانت الحالة ديالهم ضعيفة بزاف. الأم كانت ربة بيت، والأب راه كان خدام غير سربي في واحد القهوة، ولكن كان كيكافح، كيطيح ونود وكيجاهد باش انه يكبر وليداتو، كيحاول ما امكن انه يوفر داكشي على قدر المستطاع. المهم انهم يكبروا ويقراو ويتعلموا. دازت الايام ودازت السنين وما تزادش خالد حتى اللي كان الجهد ديالو معيا، ولكن كان شويه القضيه ديالهم تحسنات، اولا الوضعيه ديالهم الماديه تحسنت، ما بقاتش كما كانت، بالخصوص انه الاب كان جمع شي بركه وبعوض ما يبقى سرباي في ديك القهوه ولا هو مولاها، كان شراها من عند سيد بشي ثمن اللي هو ناقص وزاد خدم عليها، ومن ديك القهوه شويه ترقع وشراو واحد الدويره وسكنوا فيها بعوض ما يبقاو في الديور ديال الكرا. حتى لهنا الامور طيبه، ولكن كما قلت لكم الجهد ديالهم كان قليل، ما بقاش عندهم الخاطر ديال التربيه. وتزاد خالد ولا هو اخر العنقود وهو المفشش ديال الدار، وبالخصوص من طرف الام، عكس خوتو اللي كانوا تكرفسوا. الاخ الكبير ما قدرش يكمل قرايته بسبب الفقر اللي كانوا كيعيشوا. البنات كذلك وحده فيهم ما قدراتش انها تكمل قرايتها، كانوا تكرفسوا بزاف. الام كذلك كانت كضرب تماره، حتى النهار اللي الاب في بلاصه ما تكون عنده قهوه ولاو عنده جوج، وسهل عليه اللاصي في ديك الدويره. هادشي علاش فاش تزاد خالد الام بدات كتفشو بزاف. زكولي على ولدي بشويه على اخر العنقود، هذا هو ولدي، هذا وجه رزق، هذا هو الخير ديالي. ومن هاد الهضره هادي بقات الايام غاده وخالد كيكبر قدام عينيهم، حتى اللي وصل باش يدخل المدرسه. فهاد الوقيته الام قالت لهم هداو، ولدي ما يقراش ليا في العمومي، ولدي يقرا ليا في بريفي. داكشي اللي ما عاشوش خوتو باغا تعيشو ليه هو. وفعلا دخلتو البريفي، ولكن زادت دلعاتو كثر كما كنقولوا، لفشوش الخاوي. لا الولد ما يخرج ليا الزنقه، بغيتو يديه ليا شي حد، لا بغيتو يتعلم ليا التشمكير، ولدي يبقى في الدار. وفعلا كان كيدير خالد مقابل غير الدار، جالس غير في الدار مقابل خواتاتو، كيفاش كيلبسوا كيفاش كيماكيو وهادشي كامل. وفيما كيجي الاب كيبغي يغوت اولا ينهشر شويه اولا يربي، كتنوض ليه الام اهدى ليا على ولدي، ما تقاسو ما تقرب ليه، انا مزوقه فيك الا هداك. ولدي بعد ليا منه. خوه الكبير في هاد الوقيته بحكم انه ما قراش كان ناض كيخدم في واحد الشركه وكيضرب تمر على قلبه. واحده في البنات كانت هي ناضت كتخدم وكديباني فاش ما كان، واخا الاب مسك عليه الله، ولكن كانوا هما صافي ولفوا تماره ونادين كيخدموا على راسهم. البنت الاخرى كانت باقا كدير واحد ديبلوم. وبقى خالد اللي من الصغر بقى ما جالس غير في الدار، ما كانش كيخرج عند الدراري، ما كانش كيلعب في الزنقه، كيعرف شنو هي الرجال، كيشوف فيه خواتات امه ولا سيد كلبس سراول ضيقين واحد الشعر مربي. المهم الدري كيبان ماشي هو داك. فهاد الوقيته هادي الاب كان باغي شويه يجمع الدري، كيحاول انه يشد العصا من الوسط ويحاول يروديه كما كنقولوا حنا، ولكن كتنوض ليه الام ما تقيسش ليا ولدي، مالو شنو بالك داير، اما حسن هكا ولا يخرج ليا الزنقه ولا التشمكير، لا خلي ليا ولدي هكا، مالو شنو دار لك، مالو شنو فيه،
عادي كيلبس بحالو بحال الجيل ديالو، مربي شعرو بحالو بحال الجيل ديالو. خلي عليك خالد. كانت هي الهضره ديالها. بقات الحياة غدا هكاك، وبقى خالد كيكبر وسط والديه وخوتو. ولكن راه منين نقول لكم هو الصغير، راه ماشي مثلا قل منهم بعام ولا عامين، لا، راه الام كانت حبسات على الولاد مده طويله. عاد ولدت خالد، يعني بينه وبين خواتاتو خوه كان فرق ديال العمر اللي كبير بزاف. المهم بقات الامور غاديه هكاك. الاب فيما كيهضر الام كدورها فيه، حتى اللي وصل خالد للتاسعة. وواخا دخلوه البريفي، وواخا حاولوا معاه، وواخا جهدوا معاه، الدري وصل للتاسعة وجا جلس لهم في الدار. تيتينيني مالك يا ودي؟ ما بغيتش نقرا. علاش؟ ما كتدخليش القرايه للراس. ما بغيتش، انا ما باغيش نقرا. فهاد الوقيته غادي ينوض باه وغيقول لي انا ما عنديش رجال اللي يجلسوا ليا في الدار. ما بغيتيش تقرا؟ نوض تخدم على راسك. وفهاد الوقيته كانت الام اول مره غتوافق على شي قرار ياخدو راجلها في حق ولده. وقالت ليه فعلا ما بغاش يقرا، ديه معاه كيضرب التماره على قلبه. ويا ريتو ما داه. الاب ديال خالد غادي يدي معاه ولدو اللي هو خالد للقهوه باش انه يخدم معاه تما. بحكم انه خالد ما كانش كيخرج بزاف في الحومه، فراه الاكثريه ديال هذوك الزبناء او هذوك الرجال اللي كانوا كيجيو لديك القهوه ما كانوش كيعرفوه، ما كيعرفوش واش هو ولد مول القهوه. وحيت هو كان كيلبس ديما سراول مزيرين ومطول شعره ومشيتو شويه ماشي هي هذيك، كانوا الرجال كيبقاو شادين فيه وكيضحكوا عليه وكيتبسلوا عليه. والمشكله هو انه كيطاوعهم، واللي يتبسل عليه هو كيضحك. ويا ريت شي واحد يطلب ليه النمره كان كيعطيها ليه. اليوم غدا الهضره ديال خالد بدات كتشيع، والاب ما بقاش راضي. بدات كتوصلوا الهضره وبدا كيوصلوا الطشاش. الناس ما كيعرفوش راه ولدو وكيبداو يهضروا. فلان شفناه مع واحد راجل، فلان شفناه داير واحد العكر من داكشي، فلان ما شفتوش مشيتو، هذاك خالد ما شفتوش شعرو كيفاش داير، هذاك خالد ما بانش لكم راه ندير بحال المراه. الهضره بدات كتكسر. اليوم غدا والاب صابر حتى اللي ولاو كيجيو كيقولوا ليه في وجهه او كيقولوا ليه ولدك شفناه مع فلان، وولدك غادي مع فلان. الاب هنا قال ليه هدا بارك عيا من شوها، سير ودي عطيني غير اتساع، سير جلس في الدار، ما تخدم معايا ما نخدم معاك، غير غبر وجهك عليا. رجعو باش يجلس في الدار. على خالد تهدن؟ لا، خالد اما زاد فيه، وخالد عجباتو ديك الطريق وداقها، ولا كيدور ليهم غير بالقراب. خالد ولا كيخرج لهم مع ولاد الدرب، كل مره مع واحد، كل مره السيد خارج ماكي من الدار، الشعر طويل، المشي ماشي هي هذيك، اللبس ماشي هو هذاك. الهضره بدات كتوصل لخوه الكبير. كل مره كيجي عنده واحد وكيقول لي شوف خوك خارج من الدار فلانيه من عند فلان. ايوا خوك شفتو البارح ضرب واحد التعكره من داكشي. خوك واحد السروال كان لابس البارح، ما نعاودش لك صاحبي. الدري مرضاش حتى لواحد النهار تجي الاخبار بان خوه راه غادي مع فلان. تبعوا وشافوا فعلا طلع مع واحد للدار. بقى عاس عليه حتى اللي بان ليه السيد خارج هو والاخر كيتعوج، فعلا ضربه بواحد التعكيره. الاخر هز شي حاجه ديال الفلوس ومكنها لخالد في يدو. هنا خوه سبقو للدار وتسنى حتى مع دخل مع شنق عليه. قال لي عيينا فك كنهضروا، وعيينا كنهيو فيك، وعيينا كنقولوا لك دير عقلك وترجل، ولكن انت ضلعه عوجه. اخر مره نشوفك مع شي واحد، واخر مره نشوفك دايره الحاله، اولا انا غادي نصفيها لك بيدي. وهو شنق عليه. الاب غادي يدخل، وهنا الاخ الكبير ديال خالد غادي يعاود لباه كل شيء. وفي هاد المره الاب غادي يكون صارم، غادي ينوض وغادي يلوح الحوايج ديال خالد وغيقول ليه غبر عليا ما نعاودش نشوفك في هاد الدار، غبر عليا زلفارتك، عمري نبقى نشوفك، ريحتك فاحس لا في القهوه ولا في الحومه. والخبر ما وصلش غير لخوك، الخبر وصلتني ما مره ما جوج ما 10، ونعلت الشيطان، ولكن دابا صافي غبر عليا من داري. الام بكات وغوتات تعيات،
الخواتات بكاو، ولكن الاب والاخ كانوا صارمين هاد المره. خالد فهاد الوقيته كان طالب عليها، على هو زعما تردد ولا طلبهم او لا طلب السماحه، لا هز ساكو زاد. خرج وعيط لشي واحد من هذوك المعارف ديالو، مشى بات معاه. الغد لي على الصباح غادي يصبح قدام القهوه ديال باه. اجابك عندي هنا، قلت لك غبر عليا. غايقول لي باغيني نغبر عليك فابور، ندور معايا باش غادي نمشي انا وباش غادي نغبر عليك من هاد المدينه. فعلا الاب جبت شي بركه ديال الفلوس، قال لي هاك غير غبر عليا زنفارتك، انا ما نعاودش نشوفك. فعلا كما قلت لكم خالد طلب عليها، شد ديك البركه ديال الفلوس ومشى، ولا كل ليله مع كليان جديد، وكل ليله فين كيباز. اليوم غدا جمع شي بركه ديال الفلوس وقرر انه يمتهن، ولكن يمتهن بطريقه راقيه، وبدا يخرج غير مع الناس اللي هاي كلاس. وفي هاد الوقيته شنو خاصو يدير؟ خاصو يكون هو بيدو هاي كلاس، ويسكن في شي حي اللي يكون هاي كلاس. داكشي علاش السيد مشاو كرا ليه في كيليز بارتمان اللي كانت مفرشه، كرا من عند السيد، سنا معاه الكونطرا، ولا كيخرج غير مع شكون غير مع الناس الأبهة واللي حساوما ميولاتهم ديال داكشي وباغين داكشي. المهم استمرت الحياة ديالو هكاك، كل مرة ضايع مع واحد لاباس عليه، مخلص الكرا ديالو، دوز البيرمي، دار طونوبيل. العائلة ديالو عجبالهم، السيد خوا مراكش، ولكن هو باقي بجنابهم وباقي قاضي الغرض غير حداهم. الاب صافي نكرو مبقاش كتواصل معاه، ولكن الام الكبده ديالها ما هناتهاش، وكانت مره تهز التليفون وتعيط ليه وتسول فيه واش مزيان واش لاباس. الحمد لله صافي، الله يعاون الله يعاون. المهم كتطمئن على ولدها، حتى النهار اللي غادي تلقى خالد وسط الكوفر ديال الطوموبيل، ومن الامانه دا امانته، واش حاس فيها ليه اولا هو شي دار شي دوز السيده ولا شنو وقع ليه. هادشي اللي غادي نشوفه في التحقيق. دابا غادي نرجعوا للتحقيق ونرجعوا للام والاب مني وصلوا لعند رجال الشرطه. الام فاش وصلت عند رجال الشرطه هي والاب، سولوهم على ولدهم خالد وعلى المواصفات ديالو. الاب والام عطاو المواصفات وسولوهم ولدكم فين ساكن. فالام قالت لهم حنا ما عارفينش. كيفاش ولدكم وما عارفينش فين ساكن؟ الام والاب عاودوا لهم هادشي اللي عاودت لكم. والام كتقول بانه ولدي مره كنسول فيه انا وخواتاتو، وبعد مرات كيجاوبني، بعد مرات كيعيط ليا هو، ولكن هاد المره راه طول عليا الغيبه، وتقريبا 10 ايام هادي ما سمعت صوته، والكبده ما هناتنيش. داكشي علاش كنت كنصوني كل شويه. اما بالنسبه للاب فقال لهم انا داك السيد ما بقاش ولدي وما عندي ما ندير به. انا الولد ريحتو عطاز، ومني عرفتو كيمشي مع الرجال صافي ما بقى لاش يكون ولدي وما بقى عندي ما ندير به. راه انا اللي قلت يخرج ليا من الدار من ديك الليله الكحله فين حصلو خوه ولقيتو شانق عليه، وقال لي الا شفتك هاد المره مع شي واحد غادي نصفيها لك. فانا قلت صافي هاد الدري هذا غادي يبقى حتى يدير ليا شي شوهه اكبر من هكا، واللهم نجري عليه من الدار. رجال الشرطه هدنوهم وقالوا لهم ضروري تمشيو معنا لمستودع الاموات. ياك لاباس؟ قالوا لهم يلاه معنا، واكدوا لنا بعدا واش هذا اللي تلقى هو ولدكم. فعلا مشاو معاهم، وصلوا لامورغ وجبدوا ليهم خالد. الام اكيد نهارت، اما الاب فكان حشمان من الوضعيه فاش تلقى ولده والنهايه الخيبه اللي كان فيها ولده. صبروهم ورجعوهم معاهم باش يكملوا معاهم التحقيق. سولوهم واش ولدكم عنده مشاكل مع شي حد او فايت دابز مع شي حد. فالام والاب كيقولوا الولد راه تقريبا 5 سنين هادي هو خاوي الدار. الاب كيقول انا ما عارف حتى شي خبار، انا اصلا ما فراسيش حتى انه مراتي وبناتي باقيين كيتواصلوا معاه. انا راه من نهار خرج من الدار ما عاودش تواصلت معاه نهائيا، وما عاودش سولت فيه وما بغيتش نسول فيه. هذاك الدري كحل ليا وجهي قدام الناس. انا ضربت تماره وكافحت على قبلهم، وفي الاخر خرج ليا طلعه عوجه. الام كتقول انا عمري ما شفتو دابز مع شي حد وعمره ما تشكل ليا مع شي حد. انا فيما كنعيط ليه كيقول لي راني بخير صافي الله يعاون. كنبغي غير نطمئن عليه، كنسمع غير صوته انه بخير وعلى خير صافي، هذيك هي الدنيا وما فيها. اما واش عنده مشكل مع شي حد اولا شي نزاع، هادشي راه ما فخباريش نهائيا. رجال الشرطه سولوهم واش ولدكم عنده شي صحاب.
الاب كيقول منين غيدير هاد الصحاب؟ الولد راه كان كيتمشى غير مع البنات وكيتمشى بحال البنات، راه الدري ما كانش كيخرج يلعب، الدري كان ديما المسد عليه في الدار، ديما كتقولك هداو لي على ولدي وداكشي اللي زرعاتو ها هي كتحصد فيه. الام غير ساكته، ما عرفات تدافع على راسها، ما عرفات تصبر راسها على هادشي اللي وقع لولدها، ما عرفات تلوم راسها على تربيتها، غير ساكته وكتبكي. فهاد الوقيته غادي يسولوهم ولدكم الكبير فين هو؟ الاب غادي يقول لهم ولدي راه رحل لمدينه الدار البيضاء وخدام في واحد الشركه تما. غادي يطلبوا منهم باش انهم يعلموه انه يلتحق بهم. وفي هاد الوقيته رجال الشرطه غادي يقرروا انهم يخرجوا للحومه اللي ساكن فيها العائله ديال خالد ويبحثوا تما، لربما الولد يكون كيجي عندهم وهما مخبين شي حاجه. فعلا وصلوا للحومه وبقاو كيسولوا، والاغلبيه ديال الجيران كيقولوا بانهم مده ما شافوش خالد من نهار اللي دابس مع خوه، وقال ليه الا ما غبرتيش عليا غادي نصفيها لك، ما بقاش جا. ايوا رجال الشرطه مني كتعاود قدامهم معلومه بحال هادي فاكيد غادي يبداو كيشكوا في الاخ ديال خالد، وبداو يقولوا لربما يكون هو شاف خوه في شي حاله ماشي هي ديك وقرر انه يصفيها ليه. ولكن مع ذلك بين ما التحق بهم الاخ ديالو كملوا التحقيق، فالجيران كاملين كيقولوا بانهم مده ما شافوهش انه جا. من نهار وقع داك النزاع وسنين اللي هي طويله خالد ما جاش عندهم لديك الحومه نهائيا. فهاد الوقيته نفسها غادي يكون خرج تقرير ديال الطب الشرعي اللي كتبين فيه بانه خالد كانت عنده واحد النسبه كبيره ديال الشراب في الدم ديالو. زيد على ذلك الدري راه ماشي كندير شي اوفر دوز ولا لا، تصفات ليه، ولكن ماشي بطعنات او ما شابه ذلك، كان مدير ليه شي سم في الشراب. فين شرب خالد ومع من شرب وعلاش صفوها ليه؟ بالخصوص اننا قلنا بانهم ماشي بدافع السرقه، السياره ديالو كاينه، الهاتف ديالو، واحد المبلغ ديال الفلوس، شي فلوس كانوا تلقاو في الدار. يعني هنا كاين تصفيه حسابات اولا شي عداوه قديمه. واش ممكن مثلا يكون الاخ ديالو؟ الله اعلم. اما بالنسبه لزمن الوفاه فراه كانت قبل 8 ايام هادي باش تصفات ليه وباش هو تم في داك الكفر ديال السياره. فهاد الوقيته جا الاخ ديال الضحيه اللي اكيد مني بحثوا معاه حتى هو قال لهم ان مده ديال الشهر هادي ما جاش لمدينه مراكش، ونفس الهضره غادي ياكدوها الوالدين ديالو. قال لهم صراحه انا الحاجه اللي خلاتني نخوي مراكش هي الهضره ديال الناس. قال لهم ديما كانوا كيجيو عندي الدراري وكيقولوا لي واش فينا خالد خوك، خالد خوك كان ضارب واحد البيريكا وواحد غب صواغي من داك الشرفيع، خالد خوك شفنا في البلاصه الفلانيه، خالد خوك كان مع واحد في الطوموبيل في البلاصه الفلانيه. قال لهم انا هاد الهضره كانت كضرني بزاف. قال لهم بالخصوص انني ما كنتش باغي نزيد نوجع لمي مسي قلبها ولا حتى با بركه داكشي اللي فيهم، فقررت انني نهز راسي كاع ونخوي ديك المدينه غير باش ما نبقاش نسمع اخباره. قال لي رجال الشرطه ولكن انت هددتي؟ قال لهم ايه هددته، انا ما كنكرش، ولكن باش نخلعه ماشي باش نصفيها لي. فعلا انا ما قدرش نصفيها لخويا. قال لهم فعلا انا راه شهر هذا ما تحركتش من ديك الشركه، ولا ما تقصوش سيروا سولوا عليا. وفعلا كان خاصهم يتاكدوا من البرنامج ديالو بالخصوص انهم عندهم زمن الوفاه. فهاد الوقيته غادي يمشيو يسولوا عليه في ديك الشركه، وغادي يسولوا اكيد حتى واحد الدري كان كاري معاه وكان خدام معاه في نفس الشركه. فلا الناس اللي خدامين في الشركه ولا حتى الدري اللي كاري معاه كيأكدوا لهم انه في هاد الوقيته اللي كيهضروا على رجال الشرطه الاخ ديال خالد كان خدام وما تحركش نهائيا من مدينه الدار البيضاء. يعني هنا ما عندوش علاقه بهاد القضيه نهائيا. فشكون اللي غادي يكون صفاها لخالد وعلاش؟ شنو السبب؟ شنو مثلا الحاله ديال الحقد اللي تخلي بنادم انه يصفيها لواحد اخر؟ يعني بغض النظر على شنو الميولات ديالو، هذا كتبقى حياه الله سبحانه وتعالى اللي كيحاسب كل واحد. شنو اللي كيخلي الانسان انه يصفي لواحد اخر بدم بارد؟ شنو مثلا يكون دار ليه كاع؟ المهم في هاد الوقيته غادي يستمر التحقيق، ورجال الشرطه هنا غادي يقرروا انهم يرجعوا ويبحثوا مع السكان ديال هذيك العماره ومع الكونسيرج، وبالخصوص مع هذاك صاحب الشقه اللي كاري الخالد، حيت لحد الان كانوا باقي ما خداوش الاقوال ديالو. رجال الشرطه مني رجعوا سولوا السكان ديال العماره واش نتوما ما كنتو سمعتوا والو قبل 10 ايام هادي؟ ما سمعتوا لا صداع لا غوت؟ الكونسيرج كذلك كيقولوا لهم لا،
الصراحه ما سمعنا حتى شي حاجه. المهم فهاد الوقيته غادي يسولو هذاك مول هذيك لابارطومون. السيد كيقول لهم خالد كرا من عندي الدار المده ديال 6 شهور هادي، والنهار الاول فاش كرا من عندي عطاني التسويق ديال 6 شهور عاد تخليها ودوز معاه الكونطرا. قال لهم المهم انا من ديك الوقيته ما عاود شفتو، ولكن راه واحد النهار جا عندي ولدي وقول لي با تعدي حتى كريتي لهداك الدري هذاك لابارطومون. قال له انا قلت لولدي علاش؟ قال لي وهداك راه شويه ماشي وداك والوان وراه كيلبس حوايج ديال النساء كنشوفو في البار الفلاني بزاف. قال لي با غير تعديتي وصافي. وقال لي ما شوف سيدي الكذب على حرام، انا قلت لولدي ياك غير كيخلص، ياك غير نخلص التسويق ديال 6 شهور يكون الوان، يكون قوس قزح، يكون كيجيب الرجال كيجيب البنات، سوقو هذاك انا فلوسي شادهم يدبر راسو حياتو هذيك، انا ما سوقي فيه. رجال الشرطه قالوا ليه مزيان هذه معلومه مفيده، هاد ولدك هذا فاش خدام؟ قال ما سيدي ولدي عنده واحد شركه ديال لوكاسيون كيكري السيارات، عنده بيرو ديالو، وتا ولدي راه مره كيشرب غير هو راه ماشي بزاف. وقال لي بانه كيشوفو في البار لواحد البار اللي لا داعي لذكر الاسم ديالو تما في مدينه مراكش. فهنا قالوا لي ضروري خاصنا ولدك. فعلا جا الولد ديال مول هاد لابارطومون. الدري فاش جا سولوه رجال شرطه على خالد، قال لهم سيدي فعلا انا فايت كنشوفوه في البار الفلاني. قالوا لي انت بعدا شنو خدمتك؟ وقال لهم سيدي انا عندي بيرو ديالي ندير عندي شي سيارات كنكريهم. قال لهم بحكم الخدمه ديالي فراه كنبات سهر، انا فعلا مره كنتنغم، وبعد مرات واخا ما نكونش كاع حتى شارب راه كيعيط ليا شكليا كنضطر انني ندير ليه السوارت ديال الطوموبيل ونوصلها ليه. راه بعد مرات كديوها الدراري اللي معايا، بعد مرات كنديهم انا. وراه شحال مره شفت خالد في البار الفلاني مع من كنتي كتشوفو. قال لي سيدي كنت كنشوفو مع ناس نيت اوباها، مع ناس اللي لاباس عليهم واصلين في البلاد، غير شكون ما كانش كيمشي مع من والا، ولكن راه كل مره واحد في شكل. صراحه انا ما عاقلش عليهم، ولكن بعدا راه كنت كنشوفو بزاف في واحد البار اللي الاسم ديالو كذا وكذا. وقال لي راه انا قلت لبا، قلت له با علاش كريتي لواحد بحال هذا، راه كيفاش دار، ولكن با قال لي راه السيد مخلص حياتو هذيك. فهاد الوقيته رجال الشرطه غادي توجهوا نيشان لداك البار، اكيد غيديو معاهم التصويره ديال خالد. مني غادي يوصلوا لداك البار اول واحد غادي يبداو به هو هذاك الفيدور اللي كيكون في الباب. غادي يسولوا على خالد، مع غيشوف تصويرته غيقول لهم الله يا ودي كليان ديالنا، مع من كيكون وفين كيجلس بالضبط اين الطبله. قال لهم سيدي علاش ديروا دخلوا سولوا عليه السربايه اللي لداخل، هما اللي غادي ينفعوكم اكثر مني، انا راح ندي حد الباب. فعلا دخلوا رجال الشرطه بداو كيسولوا في هذاك الكاماريرو السرباي ديال هذاك الملهى ليلي. السرباي غيقول لهم سيدي هاد السيد راه كليان عندنا، ولكن راه تقريبا 10 ايام هادي ولا اكثر باش السيد الخبر. قالوا ليه قبل 10 ايام هادي واش كان عندكم هنا ومع من كان؟ قال لهم انا عاقل. قال لهم حيت راه ماشي من عادته. قال لهم راه جا في واحد الليله اللي غادي يغبر فيها. قال لهم جا جلس شويه، واحد الوقيته جا عندي ويقول لي فلان انا غادي نمشي اليوم راسي كيضرني، الا سول عليا شي حد نقول له انا راني عيان. وفعلا راه مشى بحالو بكري، ولكن راه قبل ما يمشي بالي هضر مع واحد الدري اللي توا بحالو توا الوان، ومعاه هو خرج الدري الاخر تبعو وشفتو واقف معاه برا، ولكن واش مشاو بجوج او لا مشى راسو الله اعلم. قالوا لي مزيان شكون هو هاد الدري الاخر اللي حتى هو الوان. فهنا السرباي غيقول لهم شوف شي الدري الاخر ما عنديش عليه معلومات كثيره، ولكن هذيك البنت اللي جالسه بديك الطبله راه صديقه ديالو، غير سولوها عليه وقولوا ليها حمزه وهي غتعاود لكم كل شيء. رجال الشرطه سولوا هاد السرباي قالوا ليه علاش هاد حمزه هذا تا هو مابقاش كيبان هنا؟ قال لهم سيدي تا هو تقريبا من داك النهار فين غبن خالد تا هو غبر ما عاودش بان هنا نهائيا. رجال الشرطه شكوا شويه في هاد حمزه وقرروا فعلا انهم يمشوا عند البنت ويسولوها. وصلوا عند البنت سولوا على حمزه، البنت اصلا معاه قالوا لها معاك الشرطه، البنت تفافات قالوا لها غتهدني ما جايينش على قبلك، عطينا غير معلومات على حمزه وكملي قصارتك.
البنت قالت لهم ايه كنعرفو. فين كتعرفيه؟ قلت لهم صديق ديالي، بعد مرات كندير ليه كليان، بعد مرات كيجيب ليا كليان. المهم هذه هي خدمتنا، صديق ديال التجاره في هادشي، يجيب ليا كليان نجيب لك كليان، معارف. قلت لهم هذه هي المعرفه اللي بينه وبينه. واش عارفه فين كيسكن؟ قلت لهم عارفه فين كيسكن. قولي لي نوضي معنا دابا نيس، وريني هاد حمزه فين ساكن. وفعلا البنت توجهت معاهم نيشان للدار ديال حمزه. الدار ديال حمزه اللي فين كانت تقريبا مورا الدار ديال خالد، بيناتهم تقريبا شي 2 شوارع. في الجهه فين ساكن خالد بيناتهم غير 2 شوارع، يعني هو من مورا فواحد الحومه غير من مورا قريب ليه ماشي بزاف. فانا نيشان غادي يدقوا على حمزه في الدار ديالو. رجال الشرطه وصلوا دقوا على حمزه، لقاو السيد فعلا تا هو الوان، لبس ليه واحد البيجامه خفيفه ديال البنات، مبرد مع راسو، ما نقصو خير. قالوا ليه يلاه معانا، اداو معاهم حمزه، حطوا ليه الصوره ديال خالد. واش كتعرف هذا؟ قال لهم لا نهائيا. كتعرفوش كاع ابدا؟ قال لهم لا. عمرك ما شفتيه؟ قال لهم بالعمى. واد خالد راه سوا الوان بحالك وكذا. قال لهم لا ابدا، عمري ما شفتو. فهاد الوقيته رجال الشرطه غادي يدخلوا عليه السربي ديال هذاك الملهليلي. السربي ملي غادي يدخل غيقول لها الله يا حمزه، والناس كيكذبوا على الميتين اما الحيين لاش. ماشي اخر نهار كنتي معاه وخرجتي انت وياه بالامر وقفتوا شويه قدام الباب، وماشي بعد مرات كيدخل كيقول لك السلام وانت كتقول له السلام. قال لهم لا، باغي يطيح عليا الباطل، انا ما كنعرفش خالد نهائيا، هذا اللي كتهضروا عليه نتوما انا ما كنعرفوش. السربي كيقول لها ودي ترجل معنا غير في هذه، السيد كتعرفو؟ قال لهم لا ما كنعرفوش. السربي قال لهم شاف انا ما كاينش غير بوحدي في هذاك الملهليلي، جيبوا الدراري كلهم وسولوهم ولعبوا العار اللي كنت كذبت عليه. هنا رجال الشرطه عرفوا بانه حمزه كيكذب، فقرروا انهم يبدلوا معاه الطريقه ديال التحقيق وينصبوا ليه فخ. ليش انا واحد من المحققين غيقول لي علاش ناكر دابا والبصمه ديالك اصلا بانتنا في الطوموبيل، وانت اخر واحد كنتي معاه في الطوموبيل وانت صفيتي عليه، علاش كتنكر؟ نيشان الدري غادي ينطق وغيقول لهم كان كيدي ليا كليان ديالي، داكشي علاش صفيتي عليه. رجال الشرطه قالوا لحمزه عاودنا كلشي من الاول. حمزه كيقول بانه في العمر ديالو 23 سنه، شنو ظروفو شنو اللي وصلو حتى هو باش انه يبدا يمتهن هاد الخدمه هادي اللي ماشي خدمه، الله اعلم. المهم كيقول بانه كان عنده واحد الكليان صحيح، شي واحد من الناس الاليبا اللي كان كيعطيه فلوس صحيحه. قال ما داك السيد عمره ما بدلني حتى النهار اللي غادي يجي خالد. قال لهم في هاد الوقيته هادي ولا كيمشي معاه خالد، ولات فيما كنصوني ليه انا كيقول لي بلا تبقى تصوني ليا، انا عندي السيد دابا كنخبشي معاه، الا احتاجتك شي نهار غادي نعيط لك، ما تبقاش مبرصت لي راسي. قال لهم انا ما تقبلتهاش، حتى داك السيد راه كان كيصرف عليا وكان كيعطيني فلوس صحيحه مقابل انني كنمشي معاه. قال لهم فقررت انني ننتقم منه، علاش هو لاباس عليه بطوموبيلته بكل شيء وفي الاخر يدي لي انا واحد كان كيصرف عليا. قال لهم حديثو وبقيت عارفه فين كيسكن ومع من كيكون شنو كيدير وداكشي كامل. قال لهم حتى هذاك النهار شفتو بانه جالس وماشي على كانسو وما كان جالس معاه حتى شي واحد هذاك النهار في داك البار. قال لهم بقيت حاضيه حتى اللي باليا السيد غير دايخ وشاد فراسو وتشرب ماشي من عادته ماشي بالطريقه باش مولف كيشرب. قال لهم نيشان خرجت مشيت جبت واحد الساشيه ديال الفيران. قال لهم رجعت وبقيت جالس حاضيه ومع باليا ناض بدا خارج وهدر مع السربي. قال لي راسي كيدورني اليوم الا سول عليا شي حد نقول له راه عيان. اتبعتو فين مزيان اخبارك كلشي بخير؟ قال لهم حتى ديك المده كامله اللي كنت كنحديه راه كنت كندوز وكنسلم عليه مزيان بخير، مع بجوج بينا الوان صافي بدات واحد المعرفه بيناتنا. مزيان بخير اش كتعاود مالك؟ قالوا انا عيان اليوم فيا ما يسهر. قال له انا اليوم راه ماشي هو هذاك، انا بغيت نمشي. فين ساكن انت؟ ما فين ساكن؟ قالوا انا راه ساكن في كيليز. قال له صاحبي انا ساكنه غير من موراك بواحد جوج سنقات وعسير ما جبتش الطوموبيله ديالي وكذا. قال له صافي انا نوصلك معايا. قال له الله يكثر خيرك. فعلا قال لي مركبت معاه
قال لهم خالد غادي وكيشرب في الطوموبيل وانا غير جالس حداه، انا اللي كنت كنكب ليه وكنعطيه. في واحد الوقيته قال لهم هو ملهي مع السوقان، انا خويت ليه ديك الساشيه في واحد الكاس وكبيت ليه وعطيته يشرب. قال لهم شد من عندي الكاس وشرب وبقى غادي يسيق. زدنا غير واحد المسافه خفيفه ونقول له عافاك حبس ليا بلاتي، بغيت نقضي الغرض ديالي اكرمكم الله. هبط السيد من الطوموبيل قال لهم بقيت حاضي حتى اللي بان لي يفتح الباب وكيتوجع. قال له رجعت عنده قلت له ياك لاباس مالك خالد؟ قال لي راه عرفتي شي وجع كيقتل فيا ما عرفتش مالي. قال لهم في هاد اللحظه قلت له اش دير؟ اجي نتركب هنا، انا اللي غادي نسوق وانا غادي نوصلك نحطك انت، وديك الساعه انا غادي نطلع، راه ما بعيدش بزاف الدار ديالي على دارك. قال لي فعلا انا كنت عارفه فين ساكن وعارف الكونسيرج ديال هذوك العمارات ما كيكونش بالليل. قال لهم انا راه المده ديال 15 يوم وانا حاضي شنو كيدير ومع من كيمشي وفين كيمشي ومع اش كيرجع للدار وداكشي كامل. قال لهم فعلا. قال لهم سكت انا ووصلت لهداك الباركينغ ديال العماره ديالو بلاصه الطوموبيل. قال لهم هو فواحد الوقيته بدا كيغيب والسيد كيتقطع ومبقاش عنده حتى جهد باش انه يغوس. قال لهم شديتو نيشان هبطتو درتو في الكوفر ديال الطوموبيل، رديت البيبان وزدت في حالاتي. قالوا لي السوارت ديال الطوموبيل؟ قال لهم باقي عندي لحد الان راهم في الدار. توجهوا مع رجال الشرطه وفعلا لقاو عنده المفاتيح ديال السياره عنده في الدار، وفي نفس الوقيته كانوا خرجوا البصمات اللي فعلا غتلقى البصمه ديال حمزه في هذاك الفولون ولا المقود ديال السياره. الفولون كيقولوا له ياك، المهم المقود ديال السياره غادي يلقاو فيه البصمه ديال حمزه وحتى في البيبان وحتى في الكوفر ديال السياره. في هاد الوقيته هو اعترف، الادله كلها تابت عليه، نيشان تمثيل الجريمه ومن موراها المحاكمه. قلنا حمزه شحال في عمره؟ 23 عام، وضيع حياته على قبل الغيره والفقصه والحسد ديال انه مثلا دالي كليان على اساس انه دالي مفاتيح ديال الجنه على قبل كليان، حيت هذاك كان كيصرف عليه بدلو بخالد. قال شنو ندير؟ خاصني ننتقم منه. مشى ضيع حياته في الحبس. شحال حكموا عليه؟ بالمؤبد، صفها ليه بالسم وفيها ظروف التجديد على قبل والو. ضيع حياته كامله في الحبس. شنو الظروف ديالو حتى هو، وشنو اللي خلاه انه يكون الوان، وشنو اللي وصلوا لديك الطريق، الله اعلم. خرج على حياته. الغريب في الامر هو شكون هو هاد الشخص اللي كان كيدي معاه دري في عمره 22 عام وكان كيخلط ما بين جوج دراري. تعيا تفكر، تعيا تفكروا، تعيا تبغيو تفهموها، صعيب العقل انه يتقبلها. واحد بعقله لاباس عليه غادي يطمع انه يمشي مع راجل ما قدوش ننسى، وقال بلاتي نكمل بالرجال. اشبه الرجال، حيت الصراحه ما كيستحقوش كلمه ديال الرجال. اشبه الرجال او نقولوا ذكور. كلمه ديال الرجال اولا الكلمه ديال الرجل كلمه كبيره وماشي اي واحد كيستحقها. في عمره 23 عام مشى ضيع حياته على قبل كليان. والاخر شارف شيباني طامع في دري ديال 22 عام حيت عنده الفلوس ما قدوش ننسى داز للرجال. اما بالنسبه للضحيه فاذكروا امواتكم بخير. شوه والديه، شوههم وهو في الحياة وشوههم من بعد ما مات، حيت سمعت الخبر ديالو كيفاش تصفيت ليه وشنو كان لابس فاش تصفيت ليه وعلاش تصفيت ليه، وهذه اللي كتزيد تحز في الخاطر على قبل كليان. الله يكون في عونهم. اما بالنسبه للجاني شنو الظروف وشنو العائله ديالو وشنو الوضعيه ديالهم الله اعلم. بحال ديما غادي نقولوا قدر الله وما شاء فعل. حتى لهنا الحباب ديالي غتكون القضيه ديال اليوم حتى هي سالات. اكيد غادي نبغي الراي ديالكم فيها، لي لايك ديالكم وتعليقكم، ونقرا تعليقكم كامل بكم الراي ديالكم في القصه والتشجيع ديالكم ليلي في القناه الجديده. ايوا دابا غادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشوفكم ان شاء الله في قضيه اخرى. الله يسرنا ويسركم ان شاء الخلق. ليلكم سعيد
أمسيتكم سعيدة وحياتكم سعيدة. السلام عليكم.